So our next panel is entitled Environment, Climate Change, Water, and Conflict. We have a distinguished group of panelists. We have His Excellency Jassim Abdulaziz Al-Falahi, who is the Deputy Minister of the Environment from the government of Iraq. We have His Excellency Mahdi Rashid Al-Hamdani, the former Minister of Water Resources from the government of Iraq. We have Mr. Khalid Suleiman, an environmental journalist. We have Glada Lon, who is Senior Research Fellow from the Environment and Society program at Chatham House. And we have Jassim Al-Asadi, the co-founder and head of Nature Iraq. So I'm going to start with Mr. Khalid Suleiman. He is a longtime journalist, probably more than any Iraqi journalist, focusing on the environment in the south, particularly in areas that often are ignored, like Amara, like Thiqar. You've been there, you've seen people suffering. And we all know that water scarcity is not simply a matter of lower precipitation levels or just a matter of upstream damming practices. It is also a question of water infrastructure and management. And in these sort of areas of the South where you have the most problems with water scarcity, you have irrigation canals that haven't been maintained for years, pumping stations that are in disrepair, and this creates a lot of distrust. So when the government tries to impose water quotas or regulatory mechanisms, these agricultural communities are saying, our irrigation canals haven't been updated for years. Our pumping stations are basically dysfunctional. Subsurface drainage isn't there at all. How can we have a livelihood? And you've listened to their suffering and you understand their situation. I'd love to hear your perspective from the ground. Thank you, Khalid. شكرا ماك. راح أبدأ قصة يومية. أنا لما كنت صغير في قرية من قرى كردستان، قرية معزولة وبعيدة عن المدن وبعيدة عن الحضارة، وكان المصدر الرئيسي للمي الآبار، وكان عندنا بير بالبيت أبداً ما وصلنا للمي يعني، فبعدين تم ردم البير، وكان عندنا شجرة توت داخل الحوش داخل البيت، فما عندنا مي كافي حتى نسقي الشجرة. والدي كل ما كان يتوضأ يومياً 5 مرات، فبالمي اللي يتوضأ به يسقي بها الشجرة. هذه القصة جعلتني صحفياً بيئياً، وعندما بدأت بالعمل الصحفي وتحديداً في جنوب العراق، تجولت بين قرية وقرية أخرى، مدينة ومدينة أخرى، رأيت واقع مائي بائس في العراق. أحياناً تحزن لما ترى في مدينة كبيرة يتم تفريغ المياه الآسنة في الأنهر العذبة، وترى كيف السكان المحليون يعانون من مشكلات كثيرة: زراعة، توفير المي للماشية، وحتى توفير المي للشرب. يعني تصوروا، شفت قرية في منطقة محافظة ديوانية، النساء يمشين 15 كيلومتر ذهاباً وإياباً لجلب المي، وحتى هذا المي مي مالح. فهذه القصص جعلتني أفكر بطريقة أخرى. يا ترى احنا كل هذه الدراسات الأكاديمية وكل هذه البيانات العلمية هي ضرورية لصناع القرار، ضرورية جدا، ولكن من يروي قصص هؤلاء السكان المحليين؟ وعندما كنت في مؤتمر الأسبوع العالمي للمياه في ستوكهولم، كان الحديث الأساسي في عام 2018 حول كيف يمكن إشراك هذه المجتمعات المحلية في اتخاذ القرار. لماذا أقول اتخاذ القرار؟
لأن المجتمعات المحلية لديها ثقافة فطرية في التعامل مع الطبيعة، في التعامل مع المصادر. مع الأسف أقول نحن في العراق إلى الآن النخبة السياسية ليس لديها رؤية واضحة لإشراك هذه المجتمعات المحلية. هذه نقطة بالنسبة لي. طبعا أريد إشارة إلى نقطة مهمة جدا في هذا الحوار. اليوم يتم الحديث أن العراق 5 أضعف دولة في العالم أمام التغير المناخي. هذا الكلام ليس صحيحا. العراق جزء من مناخ إقليمي مع تركيا ومع سوريا ومع السعودية ومع إيران، ولكن ما يعاني من العراق هو تدهور بيئي، هو تدهور بيئي جراء نشاط بشري وصناعي وغذائي وزراعي وإلى آخره. وفي هذا السياق أريد الإشارة إلى نقطة أخرى، وهي الاختلال بين الموارد الطبيعية المتجددة الموجودة في العراق وبين التكاثر السكاني السريع جدا. العراق يزيد مليون كل عام. نحن اليوم نتحدث عن 42 مليون إنسان في العراق، بينما الموارد الطبيعية المتجددة منها المياه، منها التربة، منها الهواء، منها كلها يقل. يعني هذا صار اختلال هيك بهذا الشكل. وطبعا أنا لا أريد الحديث عن تحديد النسل، ولكن أتحدث عن الصحة الإنجابية. الصحة الإنجابية. أنا شفت عائلة في جنوب العراق لديها 10 أطفال، وال10 يذهبون إلى المدرسة، وكل يوم يبعثون بطلين مي مع كل طفل، والبطالة البلاستيك. فبالإضافة إلى هذا التكلفة مادية، هذه البطالة البلاستيكية يتم رميها في الأنهار. فمن هنا بدأت أفكر نوعا ما أعتمد على البيانات العلمية. أعطيني دقيقة واحدة وأنهي كلامي. أعتمد على البيانات العلمية وأعتمد على الأبحاث الأكاديمية، ولكن في نفس الوقت دائما وأبدا أرجع لنبض الناس، لنبض الشارع، للحياة اليومية للناس. ممكن هناك شيء آخر ولكن الوقت انتهى بعدين. Thank you, Khalid. I think the question that you are raising of the balance between policy research that has data and accumulates statistics and telling the stories of people that are suffering from climate change is a very important question. What kind of writing, what kind of research, what kind of advocacy actually makes a difference? This is a crucial question. And you should know that Khalid, when he's talking about these, for instance, he mentioned in Diwania, these folks who go 15 kilometers for water every day, and the water is still salty water, or this family that has 10 children and each one has to take 2 bottles to school. He knows each of these families. He talks to them regularly. He's that kind of journalist, and so I really commend his work. I want to turn now to His Excellency Dr. Jassim Al-Falahi. You know, we all know, and I'll kind of pose the same question or a different version of the same question to both of our ministers here. Water governance in Iraq, climate governance, environmental governance is often kind of ignored when we're talking about water scarcity because so much focus is put on upstream damming practices in Turkey or on climate change. And climate, of course, is changing. And we've just been in a drought for several years, and we have lower precipitation levels. But this question of governance, how do we make progress when in so many places in the South you have irrigation canals, pumping stations that have not been updated or maintained for many, many years? And oftentimes what happens, from what I can see in the media reporting, in the Arabic media reporting, is a very unproductive kind of blame game that happens between the Ministry of Water Resources, the Ministry of Agriculture, and even to a lesser degree the Ministry of Environment, you know, where they're both kind of all trying to push off the problem on each other. So explain to me, Minister, how you see this problem and how can we actually
disentangle this web of lack of communication between these different government parties. Thank you. شكرا جزيلا. الشكر ابتداء لراعي هذا الملتقى فخامة الدكتور برهم صالح ولجامعة الأمريكية في السليمانية. شكرا جزيلا لهذه النخبة المتميزة لتناقش مواضيع أساسية لها علاقة مباشرة بحياة وصحة الناس. وبصراحة أنا اسمحوا لي أن أعطي أولا ما هي أولويات التحديات المناخية. طبعا أنا حسب ما وجهني دكتور برهم أنا محضر برزنتيشن خاص، لكن يبدو بأنه آلية العمل لا تسمح بعرض أي برزنتيشن، وإلا في دايجرام، في خرائط، في صور مهمة جدا. ابتداء دعوني قبل كل شيء أن أعرض على حضراتكم صورة دائما أحرص على أن أحملها. أولا في كل عرض أقدمه أنا أحرص على أن أضع هذه الصورة أمام الجميع، وهي تمثل حالة الجفاف وتدهور الأراضي في المناطق التي نصنفها بأنها الأكثر هشاشة والأكثر تضرراً في موضوع التغير المناخي، وهي أهوار جنوب العراق. واسمحوا لي كذلك أن أريكم صورة أخرى لموضوع مهم، هذه بحيرة ساوة. هذه البحيرة التي تعود إلى آلاف السنين، وهذا التدهور التدريجي الذي حصل في ساوة انتهاء بأنها أصبحت نقطة على خريطة بعد أن فقدت كل مميزاتها الأساسية. السيدات والسادة الأكارم، التغير المناخي هو حقيقة، وهو ليس كلام صالونات مخملية أو لأصحاب الياخات البيض. عندما كنا نتكلم قبل 7 سنوات وكان لفخامة الدكتور برهم الدور الكبير في دعمنا لتثبيت وتطبيق هذه المفاهيم، كان الكثير يعتقدون بأن هذا الكلام في غير أوانه أمام التحديات الجدية التي كان يواجهها العراق في ذلك الحين، خصوصا تحدي الإرهاب واحتلال عصابات داعش الإرهابية لمساحات كبيرة في البلد، بالإضافة إلى التحدي الاقتصادي. اليوم نعم نحن 5 أكثر دولة هشاشة، والتغير المناخي حضرتك هو عبارة عن منظومة عالمية، هي ليست منظومة وطنية وليست منظومة إقليمية. نعم تحدي التغيرات المناخية هو تحدي عالمي، لكن باختلافات مستوى التأثير ما بين بلد وآخر. وعندما أسأل لماذا العراق، وأنا أقول بأن الجفاف وتدهور الأراضي والتصحر وازدياد معدلات العواصف الغبارية والرملية والتراجع غير المسبوق في إيراداتنا المائية، بالإضافة إلى تنازل أو تدهور في معدلات التساقط المطري، هذا يعطي انطباع كبير عن حجم التحديات الجدية التي يواجهها العراق. وعندما أتكلم اليوم عن موضوعة الجفاف، دعوني أقول لحضراتكم بأننا نعتبره تحدي جدي يرتبط بالأمن القومي لهذا البلد، وعلينا أن نتذكر دائما بأن تراجع الإيرادات المائية بأننا نحصل إلى أقل من 30% من إيراداتنا المائية المعتادة. وبالتأكيد السبب الحقيقي لحالة الجفاف هو سياسات دول المنبع، وهذا الموضوع أساسي ومهم، عن طريق إقامة سدود تحت مسميات كثيرة. وبالنتيجة الأخرى أو العامل الآخر هو تأثير التغير المناخي، وهذا أدى بشكل مهم إلى تدهور كبير في مساحات الأراضي الصالحة للزراعة، حيث نفقد سنوياً أكثر من 100,000 دونم من الأراضي التي كانت سابقاً صالحة للزراعة. وبالتأكيد تقلص هذه المساحات يؤثر بشكل مباشر على حياة الناس الذين يعتمدون بشكل مباشر على الزراعة وتربية الحيوان، آخذين بنظر الاعتبار بأن 33% من أبناء الشعب العراقي يمتهنون الزراعة خصوصاً في الأرياف. وبالتأكيد النساء هم الشريحة الأكثر تضرراً، لأن عمود الحياة الاقتصادية في الريف هم النساء. ولذا فإن تأثير التغير المناخي بالإضافة إلى سياسات دول المنبع ساهمت بشكل كبير ومتزامن في زيادة تأثير الشحة المائية والجفاف على المجتمع العراقي. وبالتأكيد عندما نربط الأمن المائي بالأمن الغذائي، هو أحد أهم مقومات الأمن القومي لجهة مشكلة حقيقية يمكن أن نواجهها في المستقبل، وهي كيف يمكن أن نثبت هؤلاء السكان. عندما واجهنا العام الماضي تراجع كبير في نسب أغمار الأهوار العراقية، والمهندس جاسم الأسدي موجود، تفاجأنا أو حصل هجرة أكثر من 2200 عائلة من مناطق سكناهم بعد أن فقدوا سبل العيش. ولذا يمكن أن يكون الجفاف واحد من أهم منشآت الاضطرابات
والأزمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية والسياسية والأمنية في حال استمر الحال دون اتخاذ إجراءات مهمة جدا. وبالتأكيد عندما نتكلم عن التزايد المتعاظم في تأثير التغير المناخي لجهة ازدياد معدلات درجات الحرارة، نأخذ بنظر الاعتبار قصة المجاري المفتوحة، الأنهار المفتوحة، نفقد بحدود 20% ضائعات نقل، بالإضافة إلى حوالي 30% تسمى ضائعات أثناء استخداماتها لأغراض الزراعة باستخدام الوسائل البدائية في الزراعة مثل الري سيحا، وهذا موضوع مهم جدا بالإضافة إلى فقدان خصوبة الأراضي. إذن موضوعة التغيرات المناخية مع تراجع الإيرادات المائية من دول المنبع، حقيقة لدينا مشكلة حقيقية فيما يتعلق بتراجع الإيرادات المائية أو الجفاف أو الشحة المائية. سببها سببين مهمة جدا يدخل فيها العامل الجغرافي، والعامل الجغرافي يتحدد بأن 92% من إيراداتنا المائية تنبع خارج الحدود، وهذا موضوع مهم لجهة تأمين الحد الأدنى من الأمن المائي. وهذا الموضوع بالتأكيد تعلمون بأن هذا البلد استمد تاريخه واسمه ميزوبوتاميا من وجود نهري دجلة والفرات. وبالتأكيد العامل الآخر المهم هو العامل السياسي، والعامل السياسي هو موضوع جيوبوليتكس يتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات. هنالك ضعف كبير في منظومة الاتفاقيات والمعاهدات التي تنظم موضوعة المياه المتشاطئة، بالإضافة إلى العامل الأهم وهو وجود ضعف في منظومة القانون الدولي الملزمة لما يسمى بالتقاسم العادل للمياه ما بين الدول المتشاطئة. لا يوجد قانون دولي ملزم، والكل يتوجه باتجاه البايلاترال أو مالتيلاترال نيغوشيشن. وبالتأكيد هذا الموضوع واحد من الأمور التي ساهمت في زيادة تدهور الأراضي وتراجع نسبة الأراضي الصالحة للزراعة. وعندما أقول بأننا نفقد 400 كيلومتر مربع سنويا، هذا مثبت في إحصائياتنا وفي تقاريرنا. وزارة البيئة هي وزارة رقابية إشرافية هدفها الحقيقي متابعة نوعية المياه في المصادر المائية، بالإضافة إلى مراقبة المياه الجوفية ومراقبة المساحات الصالحة للزراعة. الجهات التنفيذية نحن نعمل بمسؤولية تضامنية مع بقية الوزارات، لكن حقيقة نحن نرفع شهريا تقرير إلى أنظار دولة السيد رئيس مجلس الوزراء بخصوص نوعية المياه منذ دخولها إلى البلد ولغاية المصب النهائي. المحافظات الأكثر تضرراً في موضوعة الجفاف والتغير المناخي هي البصرة، ميسان، ذي قار، المثنى. هذه المحافظات أسفل النهر التي تعاني من تدهور في نوعية المياه، بالإضافة إلى التأثير المباشر للتغيرات المناخية لجهة ارتفاعات غير مسبوقة في درجات الحرارة. أكاد أقول بشكل سريع بأن تأثير التغير المناخي على العراق هو واضح تماما، ونحن نعرف دائما ونعمل بهذا الشأن. لدينا استراتيجية وطنية لمواجهة التغير المناخي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء الموقر، هي وثيقة المساهمات الوطنية التي قدمت إلى سكرتارية المناخ العالمية قبل مشاركتنا في مؤتمر غلاسكو كوب 26 في اليوكي. وفي هذه الاستراتيجية نحن ركزنا على محورين مهمة جدا. المحور الأول من 2020 إلى 25 ركزنا بشكل أساسي في موضوعة التخفيف، خصوصا تخفيف الانبعاثات في حقل النفط والغاز، وما يجري الآن من عمل جاد في خفض الانبعاثات، خصوصا موضوعة استغلال الغاز المصاحب وموضوعة الفلير الغاز المشتعل. وما حصل في الجولة الخامسة لأول مرة تدخل الحكومة العراقية في عمل جدي لإيقاف الهدر الكبير في موضوعة الغاز المصاحب وفي موضوعة الفلير، وبنفس الوقت نخفف من الإجراءات التي يمكن أن تتخذ حال تنفيذ اتفاق باريس. الجزء الثاني ركزنا بشكل كبير جدا على موضوع مهم يتعلق بمحور هذه الجلسة، وهو إدخال التقنيات الحديثة في نيو تكنولوجي أو تكنولوجي ترانسفير في قطاعي الزراعة والموارد المائية. نحن نعتقد بأن الإدارة الرشيدة للمياه وإدخال التكنولوجيا الحديثة واحدة من العوامل المهمة التي سوف تساهم في تقليل آثار التغيرات المناخية وحماية الفئات الهشة. وأؤكد بأن النساء والأطفال هم الأكثر تضرراً، والمحافظات أسفل النهر هي الأكثر تضرراً. وبالتأكيد يمكن دكتور جعفر الونان يشير لي، نعم ذي قار هي الأكثر تأثراً بين المحافظات المختلفة. شكرا لحضرتك. Thank you. Dr. Jassim, you did start getting into the question, and we'll come back to this later, but you were saying that the Ministry of Environment is basically
in charge of the quality of water. And I think it's very important for people to understand the relationship between these different ministries. From what I understand, Ministry of Environment, quality of water. Ministry of Water Resources, the amount and volume of water. Ministry of Environment is a supervisor for all activities of other ministries. It's integrated to the work of all ministries in the country. Just let me finish, and let me just ask you one quick follow-up question, okay? So if the Ministry of Water Resources is basically in charge of the, irrigation canals and the volume of water going to different provinces, right? And the Ministry of Agriculture basically is the one that coordinates with the Ministry of Water Resources to determine the amount of water that certain crops can consume on farmlands, right? The Ministry of Environment is integrated into this water distribution picture, if I read it correctly, mostly from the standpoint of pollution, right? And quality of water. Is that correct? Yes. Okay. And so your job is to measure the pollution levels within Iraq's waterways. Is that basically the case? And so if we have a situation where, let's say, there's a spill of some kind, there's some pollutants and, an oil spill or whatever it might be, what authority does the ministry have to actually, coordinate with security forces, other law authorities to execute some kind of accountability in that situation? شكرا. سؤال مهم جدا. بالتأكيد يكاد يكون التلوث هو واحدة من الأمور المهمة التي تساهم بشكل كبير في تفاقم مشكلة رداءة نوعية المياه وفي تفاقم مشكلة الجفاف. ويؤسفني أن أقول بأن هنالك عدة ملايين من الملوثات تلقى إلى المصادر المائية دون معالجة، وهذا ما حدا إلى تشكيل لجنة عليا برئاسة دولة السيد رئيس مجلس الوزراء لمعالجة تلوث المصادر المائية. طبعا بالتأكيد هنالك تلوث كمي وهنالك تلوث نوعي، يكاد البلديات متصدرة للتلوث الكمي. وزارة البيئة هي ليست وزارة حقيقة وظيفتها فقط نوعية المياه، لكن أقول بأننا نعمل فوق قانون 27 لعام 2009 والذي يسمى قانون حماية وتحسين البيئة. في هذا القانون هنالك آليات لمتابعة الأنشطة الملوثة، تبدأ بالإنذار ثم الغرامة ومن ثم القضاء. ويمكن لدينا آلاف القضايا، يؤسفني أن أقول بأن أكثرها ضد مؤسسات ودوائر الدولة، باعتبار هنالك تقادم في البنى التحتية خصوصا فيما يتعلق بمشاريع الصرف الصحي. وآخرها طبعا نحن لجأنا، وسيادة القاضي رئيس هيئة النزاهة المحترم موجود، لجأنا إلى هيئة النزاهة بكتاب من أجل مساعدة وزارة البيئة في إلزام العديد من الأنشطة الملوثة لأنها تساهم بشكل كبير بالتأثير المباشر على حياة وصحة الناس. هذه القوانين مهمة ومفعلة ونحن نقوم بدورنا الرقابي، وهنالك استراتيجية نعمل عليها اليوم بالتعاون مع كل الوزارات، هي الاستراتيجية الوطنية لمواجهة التلوث البيئي. وبالتأكيد لدينا هدف، وهذا الهدف يتعلق ب2030 بإذن الله سوف لن يكون هنالك أي ملوث يلقى إلى المصادر المائية دون معالجة. في هذه الموازنة، موازنة 2023، حرصنا وبتوجيه من دولة السيد رئيس مجلس الوزراء على أن الوزارات الملوثة سواء كانت البلديات أو أمانة بغداد أو الوزارات الصحة على أن تخصص مبالغ لإنشاء وحدات معالجة لمنع تلوث المصادر المائية التي تساهم في تفاقم مشكلة الجفاف وزيادة معدلات الأمراض الانتقالية. شكرا. Thank you, Dr. Johnson, for that clarification and for your many years of dedication to this subject. What I would like to do next is move to Jassim Al-Asadi. Jassim is, he needs no introduction. Many of you in this room are aware of his incredible work for so many years. And rather than, focusing on all the media attention that he's gotten lately, we really want to understand his work and the substance of it, the value of it. And so, Jassim, tell us, and I know you have a few pictures that you want to show. If those could go ahead and be displayed, please. Jassim, just give us a sense of the very important activism and work that you've been doing in the marshes and in the South for so many years.
the images coming up? Here, let me see if this is. Okay. Okay. At the first. Okay, there we go. بدءا أقدم شكري إلى فخامة رئيس الجمهورية السابق الدكتور برهم صالح على إتاحته هذه الفرصة لي للوجود بينكم اليوم، ليس وجودا شكليا ولكنني وجودا حرا طليقا. كما يسعدني أن أكون بين أخوة عملت معهم قريبا جدا في مجال المياه وفي مجال البيئة. هي بضعة صور عن الأهوار العراقية لكي ترون كيف هي، وأتحدث عنها لاحقا. صور متنافرة، صور مختلفة جدا، صور جفاف. يبدو ما يشتغل الجهاز. أوكي. Not worry. الحقيقة الأهوار العراقية مثل ما تعرفون هي أهوار عظيمة، هي أهم أراضي رطبة في العالم، مساحتها التاريخية تزيد على 20,000 كيلومتر مربع في السنوات الفيضانية، وهي بمعدل 9650 كيلومتر مربع كمعدل، أي أنها تساوي بلداً كلبنان وتزيد على مساحة 27 بلد في العالم. هي ليست فقط كمنطقة لدرء الفيضان كما جاء في الدراسة الروسية أو الخطة الروسية التي اعتمدتها وزارة الموارد المائية من عام 1973 حتى عام 1983. إنها جزء مهم في هذا العالم كونها تضم أهم الموائل للطيور والحيوانات والثدييات في العالم، كما أن لها قيمة بيئية مهمة وفي الوقت نفسه هي قيمة اقتصادية مهمة، ناهيك عن أن السكان المحليون في مناطق الأهوار هم كل ما تبقى من أسلافنا السومريين والأكديين، هم بقايا ذلك الجزء الحضاري الكبير في العالم الذي أعطى العجلة الأولى والقوس الأول والكتابة الأولى والقانون الأول في العالم. لكن للأسف الشديد أهمل هذا الجزء المهم في بلادنا من قبل الحكومات المتعاقبة، حتى أننا فتحنا أعيننا بعد 9 نيسان عام 2003 ثمة مركز يسمى مركز إنعاش الأهوار والأراضي الرطبة العراقية الذي أنشئ في ديسمبر من ذلك العام، وكنت أحد مؤسسيه. ثم أنشئت وزارة البيئة في الأعوام التالية، وأصبح هذا الموضوع موضوع حادثنا، كيف يمكن لنا أن نعمل من أجل الأهوار أو أن نصنع منها سلة غذائية مستدامة، لكي لا ترتفع صوت أحد في الأهوار يطالب بوظيفة حارس أو وظيفة معلم أو وظيفة مدرس. إنهم يعتمدون على هذه البيئة التي كانت تعطينا 63% من كمية الأسماك الموجودة في الأسواق العراقية. عرف العالم الأهوار العراقية عن طريق المستشرقين قبل أن يعرفوها عن طريق أبناء الأهوار أو أبناء العراق. كانت الكتب المهمة قصبة في مهب الريح، المعدان أو عرب الأهوار أو أهوار جنوب العراق إلى آخره، هي مطلع عليه العالم. وفي عام 2005 وضعت خطة لاستدامة الأهوار العراقية واستعادة 5600 كيلومتر مربع. لكن قبل هذه الخطة نحن في منظمة طبيعة العراق ابتدأنا منذ حزيران من عام 2003، ساعدنا السكان المحليون في هدم السداد وعودة المياه للأهوار الأساسية، الأهوار الوسط، الهور أبو زرق الشمالي، ثم هور المسحب بصلال وهور الحويزة. لكن لم تعود أهوار الوسطى وهور الحمار الغربي إلى سابق عهدها إلا في وقت متأخر من عام 2004 بسبب مشاكل كبيرة وعدم تلبية الحكومات طلب السكان المحليين باستعادة هذه الأهوار. بكل الأحوال استعادت الأهوار كلياً يوم كانت المياه في عام 2004-2005 لا زالت مياه ممتازة، مناسيب الفرات ودجلة مناسيب عالية، لكن اصطدمنا في عام 2009 بمشكلة كبيرة، وهي مشكلة قلة الإطلاقات المياه المتاحة للعراق من جهة، تأثيرات المناخية من جهة أخرى، وسوء إدارة الموارد المائية من جهة ثالثة. أنا أركز على سوء إدارة الموارد المائية لأنه لاحقاً وضعنا خطة مائية بدل الخطة الروسية
تسمى خطة إدارة الأراضي والمياه في العراق السوري. وفي هذه الخطة وضع المهندسون الإيطاليون 3 سيناريوهات في حالة وجود الجفاف. تبتدئ هذه السيناريوهات عندما تكون لدينا في السدود الرئيسية دوكان والموصل وحديثة ما يقارب 9 مليارات و220 مليون متر مكعب إلى الخزين الصفري، أي خزين الديد ستورج. في هذه الخطة الأهوار ابتداء في ما يسمى مرحلة الخطر البسيط أو الجفاف البسيط، نقلل المياه المطلقة للأهوار بنسبة 40%. عندما يصبح الجفاف جفاف شديد نخفض المياه للأهوار بنسبة 75%. عندما يصبح الجفاف جفافا حادا نطلق للأهوار أو نقلل المياه الذاهبة للأهوار بنسبة حوالي 90%. وهذا يعني أن البجد أو البجد المائي ليس البجد الميزانية المائية وليست الميزانية المالية التي موجودة في سويرلي للأهوار هي 5.3 مليار متر مكعب سنويا. هذا يعني أننا في أقل الأحوال في أشد فترات الجفاف علينا أن نطلق للأهوار 530 مليون متر مكعب سنويا. السؤال الذي تطرحوه أنتم أطرحه أنا، هل استطعنا أن نحقق ذلك؟ هل استطعنا أن نطلق للأهوار في حالات الجفاف 530 في أشد حالات الجفاف؟ لم نستطع أن نفعل ذلك، لأن الأهوار العراقية في الداون ستريم، بينما الأراضي الزراعية في الجانب الأعلى في الفرات الأوسط وفي المنطقة الغربية وشمال العراق أولاً. ومن الناحية الثانية أن هنالك تبايناً في النظر إلى الأهوار. هنالك من المسؤولين أو صناع القرار أو العاملين في مجال الموارد المائية من يعتبرون الأهوار ما هي إلا منخفضات لدرء الفيضان، لم ينتبهوا لقيمتها الاقتصادية والثقافية والبيئية من جانب. ومن جانب آخر الأهوار تغيرت، يعني طبيعة الأهوار ورقعتها الجغرافية وحدودها الجغرافية تغيرت كثيراً لوجود السدود ووجود النواظم إلى آخره. ولهذا الذي أريد أن أقوله أننا يوماً بعد يوم نرى هنالك صعوبة في إيجاد المياه الملائمة للأهوار العراقية، ناهيك عن أن الأهوار العراقية قديماً كانت مياهها عذبة جداً، وكان السكان هناك يشربون المياه من الجداول والقنوات، أن ملوحتها لا تزيد على 200 جزء بالمليون، كما أن التلوث كان تلوثاً بسيطاً لأن كميات المياه الوفيرة كانت حلاً طبيعياً جيداً لطرح الفضلات أو طرح التلوث إلى البحر، كما أن النباتات تعمل كفايتوتكنولوجي من أجل تنقية المياه. اليوم أصبحت المياه الأهوار هي مياه آسنة. نسبة الملوحة في الفرات في مدينة كتشباش وهي مدينة رئيسية في الأهوار العراقية تزيد على 2800 جزء بالمليون، وفي الأهوار العراقية قد تصل أحياناً إلى 28 ألف جزء بالمليون، يعني ملوحة البحر هي 33 ألف جزء بالمليون. ناهيك عن التلوث، كل محطات المجاري التي تحدث عنها السيد الوكيل الفني لوزارة البيئة تطرح إلى الفرات وإلى دجلة بشكل مباشر. ولهذا نحن في منظمة طبيعة العراق ابتداء من 2010 طرحنا مشروعاً تجريبياً لمعالجة التلوث يسمى الفايتوتكنولوجي لإحدى المحطات التي تقذف بالملوثات في الأهوار الوسطى وهي محطة المتشري. لكن منذ 2010 حتى اليوم بعد 13 سنة حتى استطعنا أن نقنع صاحب القرار في وزارة الموارد المائية بأهمية هذا المشروع، رغم أن هذا المشروع لا يحتاج إلى استيراد مكائن ومعدات ولا يحتاج أيضاً إلى أموال طائلة. هذه هي المفارقة. ثمة فاصل مثل ما يقول صديقي خالد بين ما يعانيه أصحاب الأهوار وما يراه صاحب القرار من ناحية. اليوم إحنا لما نحكي على التغير المناخي نحكي على قضيتين أساسيتين: التكيف، ماذا فعلنا للأهواريين من أجل التكيف في الأهوار؟ السيد الوكيل يتحدث عن هجرة، طبعاً وهي هجرة غير مسبوقة وهجرة كبيرة، لكن ماذا فعلنا لمربي الجاموس الذين فقدوا من 23% من قطعان جاموسهم إلى 33%، ثم باعوا
أكثر من 60% مما تبقى من جاموسهم بأسعار بخسة. كانت الجاموسة يبيعها المربي بما يقارب 4 ملايين دينار، الآن انخفضت أسعارها إلى 1.5 مليون دينار عراقي. ماذا نفعل للصيادي الأسماك الذين لم يجدوا شيئا لكي يصطادوا عليه؟ أنا قدمت مشروعا منذ سنوات إلى السادة المسؤولون، اعتبروا مربو الجاموس وصياد الأسماك عاطلين عن العمل، واعطوهم ما يكفي دخلهم الشهري لكي لا يصيد صياد الأسماك في موسم تكاثر الأسماك من 15/2 إلى 15/4، واعطوا مربي الجاموس ما يكفيه للأعلاف ولكي يدير جاموسه. أعطوهم عدد من تناكر المياه لكي تنقل المياه، ليست المياه العذبة وإنما المياه التي أقل ملوحة من الفرات إلى الخزانات التي عملوها لجاموسهم. لم يستمع لي أحد منذ ذلك الحين إلى اليوم. نحن بالحقيقة مثل ما قال زملائي الآخرين، الأهوار العراقية هي أهوار مهمة، على صاحب القرار أن يعطيها حصتها التي موجودة في دراسة سوري، ليس أكثر من ذلك، لا يريد الأهوار أكثر من ذلك. أنا لدي سؤال لصاحب القرار: كيف نقنع مربي الجاموس وصياد الأسماك بأن ليس لدينا المياه الكافية لكي نعطيها للأهوار، وفي نفس الوقت نبيح لمزارعي الرز في النجف والكوفة والعباسية والشامية بزراعة الرز، وهو الذي يأخذ أكبر كمية من المياه؟ وأنتم ترون مثل ما أنا أرى الأسواق العراقية ليس فيها سوى الرز السريلانكي والهندي والباكستاني إلى آخره. يمكن أن نعوض صاحب الرز بمبالغ مالية لفترة زراعة الرز لكي نحافظ على المياه العراقية من جانب. كيف نقنع مربي الجاموس وصيادي الأسماك بعدم وجود مياه كافية ووجود آلاف أحواض الأسماك في مناطق المسيب والمناطق الأخرى، وهي بكل تأكيد غير قانونية، لأن صاحب القرار ليس لديه القدرة لإيقاف هذا النزيف المائي الهائل. الذي أريد أن أقوله، عرج صديقي وكيل الوزارة على بحيرة الساوة. حوالين بحيرة الساوة اليوم 3000 بير، ربما أكثر من 2000 بير غير قانوني، وبهذا انخفضت المياه الجوفية في بادية السماوة انخفضت بمقدار 18 متر مكعب طيلة 3 سنوات. علينا أن نضع استراتيجيات، أن نغير استراتيجية المياه واستراتيجية الزراعة. وشكراً. Thank you, Jassim, and we'll come back to you. There's a lot that I want to build off of from Jassim's comments, and I think perhaps I'll package the question that you wanted to raise to decision makers to Dr. Mahdi, because Mahdi, you were in charge of the most important, arguably the most important ministry dealing with water management and water governance. And we know that over this past year, there's been a lot of, past couple of years, some controversy over the decisions of the ministry to redirect water from one area to another area, to close off water as a part of the crop restrictions, as a part of the broader response to the drought. But of course, this has great impacts on the communities that Jassim is talking about. Could you, just reflecting upon your experience at the ministry, give us a sense of how within the ministry these decisions are made, what compromises have to kind of be negotiated, and how you, very importantly, work with communities like the one Jassim is talking about to develop a bit of trust that these decisions are not made arbitrarily. Thank you, Minister. شكرا جزيلا. بداية أحب أقدم الشكر إلى فخامة الرئيس دكتور برهم صالح على هذه الدعوة الكريمة، والشكر موصول إلى الAUIS على هذه الدعوة أيضا.
حقيقة يعني أنت خليتني بالجانب الأخير على اعتبار أنه كنت جزء من أصحاب القرار. أنا أتفق مع كل ما تم طرحه من كل الزملاء، ولكن أي إدارة لأي موضوع أن تكون ناجحة يجب أن تقاس عبر إدارة أزمة، أي أن إدارة الفيضان ليس لأحد فضل فيها سوى درء الفيضان والجميع يستفاد، أما الإدارة الحقيقية فتكون في إدارة الأزمات أو إدارة الجفاف. العراق لم يكن يعاني من الجفاف لغاية عام 2000-2005 بدأت تظهر ملامح الجفاف الكبير، لذلك سياسة وزارة الموارد المائية، سياسة الدولة العراقية كانت لدرء الفيضان. أسلوب إدارة الجفاف هو أسلوب حديث ابتدأ من عام 2005 إذا يعني خلينا نقول نكون دقيقين أكثر، وهي ما زالت ثقافة فتية، ما ممكن أن تكون ثقافة متكاملة. هذه الثقافة تحتاج إلى مقومات لإدارتها. التحديات التي تواجه إدارة الموارد المائية في العراق تحديات داخلية وتحديات خارجية، أشار إلها بعض الزملاء: سياسة دول المنبع دون الأخذ بنظر الاعتبار مصالح دولة المصب العراق، وهذه بحد ذاتها هي مخالفة لكل المواثيق الدولية، ولكنها غير ملزمة للأسف لهذه الدول، وهذه الدول لم توقع حتى على هذه المواثيق لأنها ليست ملزمة لهم، ولكن أمام المجتمع الدولي لا يمكن لأحد أن يخفي أو يضع رأسه في التراب أمام المجتمع الدولي الذي يحاسب كل صغيرة وكبيرة. عندما نتكلم عن التحديات الخارجية، هذه واحدة من التحديات الخارجية. لا توجد اتفاقية ملزمة ما بين العراق وتركيا، توجد اتفاقية، هناك بعض البروتوكولات، هناك اتفاقية هي اتفاقية الجزائر عام 75 وهذه أوقفها العراق منذ ثمانينات القرن الماضي. هذه الاتفاقية تعطي فيها بروتوكول مرفق لموضوع الأنهر الحدودية، الأنهر العابرة ما بين إيران والعراق اللي تصل إلى أكثر من 42 رافد. ما زالت الجارة إيران تقول نحن على استعداد للجلوس، شريطة موافقة العراق على هذه الاتفاقية. هذه الاتفاقية من الجانب الفني عندما كنت وزيراً كتبنا كتاب، أرسلت كتاب رسمي إلى وزارة الخارجية وإلى رئاسة الوزراء، أبدينا موافقتنا من الناحية الفنية لأنه نعتقد أن هناك ضرورة لغرض العودة إلى ملف المياه المرفق في هذه الاتفاقية. بقاء الأمور عائمة جعلتنا نشعر أننا نسير إلى المجهول. اليوم نبحث عن أقل الأضرار وليس خسارة كل شيء في هذا الموضوع، وبناء على طلبنا تشكلت لجنة في وزارة الخارجية لدراسة الإيجابيات والسلبيات، لأن الاتفاقية هي ليست فقط تخص المياه، هي اتفاقية سياسية، اتفاقية بها كثير من المجالات تحتاج إلى مصادقة البرلمان العراقي الموقر على إعادة العمل بهذه الاتفاقية. وأعتقد وزارة الخارجية ما زالت تشكلت لجنة برئاسة أحد السادة وكلاء وزارة الخارجية لدراسة وعرض نتائج هذا الموضوع على الحكومة العراقية لاتخاذ القرار المناسب. هذا الموضوع كل ما نتأخر به كل ما يصيبنا ضرر أكبر، لأنه كل الدول يقول لك أنا ما مستعد أنتظر شو وقت تعطيني قرارك، فيستمرون في مشاريعهم. هذا فيما يخص التحدي الخارجي. وكذلك نفس الموضوع مرتبط مع الجارة تركيا، هناك بروتوكول لإطلاقات نهر الفرات، وقدمنا بروتوكول مماثل إلى الجارة تركيا في وقتها لتحديد الكميات على نهر دجلة، وما زال الموضوع قيد الدراسة من قبل الجانب التركي. يعني حقيقة هناك بعض الخطوات هذه فيما يخص التحديات الخارجية. أما التحديات الداخلية فهي كثيرة، يعني كثيرة جدا. ما أشار إلى الأخ جاسم الأسدي في موضوع الأهوار، وأشار إلى نقطة جدا مهمة أن الأهوار تقع في ذنائب المناطق الزراعية،
ذنائب المناطق الزراعية معناها الفلاح يبحث عن حصة المائية الإضافية والمتجاوزة على حساب الحصة التي تطلق إلى مناطق الأهوار، وبذلك تضررت كثيرا مناطق الأهوار. كان يعني على الوزارة أو على الدوائر المعنية المسؤولة عن هذا الملف أن تتخذ إجراءات، ولكن هذه الإجراءات مقيدة. كان سابقا هناك سلطة لقاضي الجنح، سلطة قاضي الجنح تعطى إلى مدير الري، هذه قبل 2003 كانت متاحة. هذه السلطة كانت هي الأداة، كان مدير الري عندما يتجول في المناطق الزراعية يتجول بصفة قاضي، يصدر أمر بإحالة المتجاوز إلى القضاء، لأنه عملية التجاوز على الحصص المائية إذا لم يتخذ بها قرار خلال ساعات معناها لا فائدة من اتخاذ هذا القرار بعد 24 ساعة أو بعد 48 ساعة. هي ليست قضية بناء تجاوز سكني على محرمات نهر حتى تأخذ، والكل يعرف أن القضاء مستقل يأخذ وقت الكافي، لذلك في بعض الأحيان تستغل هذه العملية. نرفع الدعاوي، قمنا بتنسيق عالي المستوى مع السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى وهيئ وحدد قضاة لمشاكل المياه في المحافظات، ولكن القاضي يبقى قاضي، يحتاج إلى أدلة إثباتية، يحتاج إلى الكثير من الأمور. هذه العملية تأخذ وقت، لذلك وبالنتيجة بعد شهر أو شهرين يحكم على المتجاوز بغرامة تصل إلى 1,000,000 دينار على سبيل المثال. ما قيمة 1,000,000 دينار أمام حصة مائية حرمت الغير؟ السيد الدكتور حيدر العبادي أشار في جلسة الحوارية أن هناك بعض الساكنين في محافظة واسط يطلبون منا حصة إضافية، فأبلغهم قال لا، أنا أعطيك هاي الحصة على حساب المحافظات التي في الذنائب. لذلك أي تجاوز لا يستطيع صاحب القرار أن يتخذ قرار دون أن تكون بيد أدوات. هذه واحدة من الأدوات التي حرمت منها الوزارة في السيطرة على التجاوزات. التجاوزات تمثل آفة. المناطق من بغداد جنوبا مناطق زراعية واسعة، أراضيها صالحة وتغري الفلاح حقيقة، إنتاجها وفير، لذلك يكون هناك تجاوز واضح على هذه الحصص المائية، وبالنتيجة من يكون المتضرر؟ محافظات الذنائب والأهوار، لأنها تقع في محافظات الذنائب وتقع مثل ما تفضل الأستاذ جاسم تقع خلف الأراضي الزراعية، يعني هي في محور جدا حقيقة ضيق، تتأثر بشكل مباشر وغير مباشر الأهوار نتيجة لهذه التجاوزات. ويضاف إليها الشحة المائية، قلة الإيرادات من دول المنبع، التغير المناخي الذي حصل، هذه كلها عوامل أثرت بشكل كبير على هذا الموضوع. يضاف إليها إذا نتكلم مثل ما تفضل الأستاذ خالد على موضوع الآبار، هناك آبار في أحدى المرات عندما كنت بالوزارة وصلني بعض البلاغ أنه طلبت إحدى المنشآت، ما أريد أذكر تفاصيلها حقيقة، طلبت أنه نحفر لهم بير أو بيرين في إحدى المحافظات، فإحنا اعطينا إعاز حسب التعليمات، حفروا لهم هذه الآبار. الوزارة من تحفر بير في مكان هناك لجنة تتابع هذا البير، هل تم استغلاله، هل يعمل بشكل صحيح، هل تم الحفر بموجب المواصفات اللي تطلبها الوزارة. فواحدة من الأمور راحوا يراجعون على هذه الحالة بالذات، وجدوا أنه منعوهم من دخول هذه المنطقة. شنو السبب؟ بعدين دخلوا زملائنا بطريقة يعني غير رسمية، اكتشفوا أنه المخلفات التي تنتجها هذه المصانع يعودون بضخها داخل هذه الآبار، فهي عملية تلويث للمياه الجوفية بطريقة مباشرة وبطريقة غير علمية وغير مفهومة. عندما تم سؤالهم، طبعا الوزارة قامت برفع دعاوى قضائية حول هذا الموضوع، ولكن اليوم احنا هذا الجهل في أهمية هذا المكنون الخاص بالمياه الجوفية وأهمية نوعيته، وخصوصا أن العراق ليس لديه كميات كبيرة من المياه العذبة من المياه الجوفية، هو يملك خزين كبير من المياه الجوفية عالية الملوحة،
ولكن لا يملك خزين كبير من المياه الجوفية الصالحة للزراعة، وبعض المياه الجوفية تكون صالحة للشرب كذلك. بحيرة ساوة اللي أشار إليها بعض الزملاء، بحيرة ساوة عندما جفت نحن في وزارة الموارد المائية قلنا رب ضارة نافعة، لأنه عندما كنا نتكلم في الوزارة عن عدم حفر الآبار بطريقة غير مدروسة تجنبا لاستنزاف المياه الجوفية، لم نجد آذانا صاغية حقيقة في هذا الموضوع، وكانت هناك تسهيلات من بعض الحكومات المحلية، وكان هناك عمل غير شرعي كبير. بحيرة ساوة بالذات من ميزاتها أنها تتغذى من المياه الجوفية، لذلك عندما تم حفر أكثر من 3000 بير بطريقة غير شرعية استنزفت المغذيات الخاصة ببحيرة ساوة، جفت بحيرة ساوة. عندما خرجت السلطات ومنعت، بدأت الحياة تعود تدريجيا، ولكن يعني عندما ينتهي شيء من الصعوبة أن تعود له الحياة. فقط إضافة بسيطة إلى موضوع الملوثات. الملوثات أنا عندي رقم يمكن الدكتور جاسم يقدر يصححها، بحدود 5 مليون متر مكعب من الملوثات ترمى يوميا في نهر دجلة والفرات. هذه الملوثات هي ملوثات سامة مسرطنة تدخل في حياة الإنسان، يظهر تأثيرها الكبير والمؤثر عندما تنزل المناسيب في وقت الشحة، ويزداد هذا التأثير عندما تنحدر هذه المياه باتجاه الوسط والجنوب. هذا الرقم حقيقة غريب وعجيب، ووزارة البيئة الوزارة الرقابية نشكر رب العالمين والبرلمان عندما فصل هذه الوزارة عن وزارة الصحة أعتقد، وأصبحت وزارة منعزلة ومستقلة في عملها حتى تأخذ دورها الرقابي في هذا الموضوع. أنا عذرا للإطالة ولكن الموضوع كبير. شكرا. Dr. Jasmine, do you want to respond to that at all? Just a comment, please. شكرا جزيلا. بالتأكيد ما طرحه معالي الدكتور معالي الوزير فيه كثير طبعا من الصحة. أنا قلت في كلامي بأن هنالك عدة ملايين من الملوثات تلقى، وللأسف أكثر من 95% من هذه الملوثات سببها وزارات ومؤسسات الدولة، وبالتأكيد نحن لسنا ساكتين عن هذا التلوث النوعي والكمي. بالتأكيد تتصدر الدوائر البلدية في عموم العراق نسبة التلوث الكمي، ويمكن وزارة الصحة تتصدر التلوث النوعي، وهذا موضوع مهم جدا. يمكن احنا اتخذنا اجراءات كبيرة فيه وتشكلت على ضوء لجنة عليا برئاسة دولة الرئيس. موضوع مهم ثاني أنا أريد أضيفه لما طرحه الأخوان الأستاذ جاسم الأسدي، وأنا أحمد الله على سلامته، وما طرحه معالي الوزير مهدي رشيد والأستاذ. أولا علينا أن نعترف بحقيقة واحدة، وهو أن مجانية الخدمة قد أضرت بشكل كبير بالكثير من مواردنا الطبيعية، مجانية ما يقدم، وهذه ثقافة المجانية أدت مع الاحترام إلى الاستهتار بالكثير من مواردنا التي أصبحت محدودة تماما. لدينا نسبة نمو سكاني عالي، نسبة الخصوبة 2.5 إلى 3% سنويا، أي 1,300,000 عراقي يزدادون بحاجة ماسة إلى المزيد من الخدمات، مع تراجع بمقدار 30% بإيراداتنا المائية، وتقلص بمقدار 58% في الرقعة الزراعية الصالحة للزراعة. وبالتأكيد هذا موضوع يحتاج إلى رؤية مختلفة تماما، وأنا أرفض تماما كل ما يقدم من مجانية الخدمة. يمكن دعم الفئات الهشة بآلية معروفة، لكن علينا أن لا نعتاد على أن تكون كل هذه الأمور ميسرة، وبالنتيجة يحصل استهتار كبير فيما يتعلق باستنزاف الموارد الطبيعية. نعم هنالك 1000 بئر تم حفرها، حول أكثر من 1000 بئر حول بحيرة ساوة. السؤال: من سمح لهؤلاء بأن يحفروا 1000 بئر؟ ولماذا لم يوقفوا أمام حدهم؟ هذا مهم جدا علينا أن نلاحظ. وأنا دائما بصراحة يدمي قلبي عندما دائما أتطلع لصورة بحيرة ساوة، وبالتأكيد أنا كنت بحاجة ماسة لعرض برزنتيشن، لكنه يمكن الأولوية كانت للأستاذ جاسم الأسدي، وأنا أرضى بأن يكون له الأولوية في هذا البانل. حقيقة عندما أتطلع لدينا صور خاصة للمسطحات المائية في العراق، ويمكن أنا راح أترك كل هذا الملف كوثيقة من وثائق المؤتمر، فيه
خرائط نوعية وكمية عن التراجع الكبير في نسب الإغمار في كل المسطحات المائية، ليس فقط بحيرة ساوة وإنما الرزازة، الحبانية، بحيرة حمرين. هذا التراجع الكبير بسببين: تراجع الإيرادات المائية بالتأكيد، وأنا أقول بأنه سيكون هنالك نقص وفق السيناريوهات والدراسات العلمية بمقدار 11 مليار متر مكعب لغاية عام 2035 في إيراداتنا المائية، يرافق حاجة متزايدة إلى المياه. حصة الفرد نعاني من حالة تسمى إجهاد مائي عندما لا يحصل المواطن على أقل من 1000 متر مكعب سنويا، وهذا موضوع مهم جدا يسمى الفجوة المائية ما بين الاحتياج الحقيقي وما بين ما متوفر من إيرادات مائية. Thank you, Dr. Jassim. Glada, you've done research that helps us understand precipitation scenarios for Iraq and the region, 2030, 2040, going forward. Give us a picture of how bad things look. Or maybe, is there reason for optimism? Okay, let me start with, I think that the previous panelists have painted a pretty dire picture of where things are and where things are going. And we can see climate change as an additional stressor on top of the history of mismanagement, of pollution, of conflict, and all the ongoing stresses on water from agriculture, from industrial uses, and so on. So there's an additional stressor factor. If you look at the work of the World Resources Institute, for instance, everyone can see on there, you can play around with the models and the maps. They all show a picture of increasing water stress in the Middle East and North Africa region. You can take a look at Western Asia. You can look at the Euphrates and the Tigris region and see that how it performs under different scenarios, from moderately to extremely more stressed in certain areas, particularly in the south of Iraq. You see this red area. Now, just coming to where we are with climate change, we have effectively locked in the trends that we're seeing to at least the mid-2040s. You can see that with the IPCC's scenarios. We do have influence over what happens after that and how intense the impacts are. So it's absolutely essential that we reduce emissions with immediate effect, and that's not just carbon but methane, and that was referred to in earlier panels. And so Iraq and all the other countries in the world have a role to play there. Now, there is a question mark over sorry. There is a question mark over how risks will play out over the coming, say, 2 decades. We know certain trends are locked in, as I say, but the effects that they will have on populations, on issues like migration and conflict, and we'll come back to conflict in a moment, will really depend strongly on how we manage the environment. And so it's not, I think climate change is often discussed as if we're passive recipients, but we're not passive recipients. We have agency, and the key there is to see the interaction, I think, between nature issues like the need for bioremediation, for instance, to reduce the effects of dust and sandstorms that are intensifying in the region, the issues of reducing water pollution and better management of environmental flows, as has been mentioned, to make sure that increasing evaporation that will take place as temperatures rise still leave enough for farmers to farm, changing farming practices, and all these. We have many options at our disposal to manage those threats and to build resilience. So, do you want to ask a further question? Well, could you just, looking at the data that you have, okay? If we think about the next 10 years, 20 years, could you just give us actually a bit of that data? And not in a, not actual the number, but describe to us how to understand what precipitation level scenarios might look like. So are there different scenarios, or is there only kind of one picture that you're looking at? No, I think scenarios are scenarios. We've got
more, I mean, the region has to date been a less studied region than some others, so the data is scattered, but it's improving, and certainly there's enough to make decisions on. I don't think we should delay decision making, based on a lack of data. The work of UNESCO does some great work, and you can look into their scenarios within, I think, a radius of 10 kilometers. So that's all out there. I mean, I can talk about the region generally. We're going to see, in terms of precipitation, it's not just less overall, but it's also more volatile. So you have flash flooding. We've already seen increased events of flash flooding in the region. Floods actually come up as one of the biggest risks in the Middle East and North Africa, which may be a surprise to some people, but the impact of that risk, of course, is due to the urban build-out, the way that cities are built, the lack of drainage, the building on floodplains, that would naturally, wadis that would naturally take that rainwater away. So there's really urgent need for ways to, reuse rainwater and deal with flooding. There's heat stress. I mean, heat stress is very relevant to Iraq. Especially humidity in the south, because once the temperature reaches maybe over 46 degrees Celsius and you have 50% humidity, then it can kill a person. It can kill you because our body temperature could not adjust. And then on top of that, you have the intensification of the dust and sandstorms. So they happen anyway. They're a natural part of the weather in this region, but because of land degradation, because of removal of vegetation, because of the effects of military action as well, there's many more particles around to spread. Thank you, Gladys. So we're going to end with Jassim. And Jassim, and I'm sorry we're not going to be able to get back to to Khalid and to Dr. Mahdi just due to the time. But Jassim, forgive me for asking an anthropological question. I'm an anthropologist, and so I get one question. So many people have visited the marshes and had you take them around. And I've heard stories that people tell me from these experiences, and people speak about them quite fondly, that you are down there in your element, and you know the people, you know the terrain. I'd love you to tell me why it is that the women of the marshes are no longer singing. This is something that I've heard from several people that I've spoken to, that you tell stories about how gender roles and how cultural practices in the South have gone under changes. Why is that? You'll have the last word. شكرا لك لهذا السؤال. الحقيقة احنا فتحنا عيوننا على كتاب جافن يونغ Return to the March of Iraq. وفي هذا الكتاب ترون صور لم تسمعوا أصواتا، لكن تدركوا الأصوات من خلال الصور. فتيات جميلات بملابس مزكرشة بألوان براقة وورود. اليوم لن تجدوا ذلك، تجدوا نساء بعباءات سود وملابس سوداء. تغير كثيرا النظام الإنساني في الأهوار العراقية، الأنثروبولوجي في الأهوار العراقية، ليس فقط النساء وإنما الرجال. الذي أريد أن أثني عليه أن النساء في أهوار جنوب العراق يقومن ب70% من النشاط الاقتصادي ويقومن بنشاط اجتماعي هائل، لكنهن محرومات عن ميزانية مستقلة مع إرهاقهن وتعبهن اليومي. منذ الفجر ينهضن من الفراش حتى بعد غروب الشمس. المعيدي أو عرب الأهوار ينامون مبكراً لأنهم ينهضون مبكراً. هم ينهضون قبل أن تنهض جوامسهم للمياه وتذهب إلى المراعي الخضراء إلى الكلى. كنا في السبعينات، وأنا سأسرده في كتابي القادم باللغة الإنجليزية والذي سيصدر عن الجامعة الأمريكية في القاهرة. تكلمت عن قصص كثيرة، لا أريد أن أحرق هذه القصص الآن، لكنني الذي أريد أن أقوله أن الأهوار العراقية هي مصدر ثراء ثقافي مهم وثقافي كبير. الأبوذية،
وأنواع الشعر الشعبي الكثيرة في الأهوار العراقية، حتى أن مظفر النواب كتب قصائده الشعبية في هور الغموقة يوم عاش هناك مراحل الكفاح المسلح ضد الطغيان والثورة ومن أجل الحرية. وأينما تولي وجهك في الهور ستسمع صوتاً أنثوياً أو صوتاً رجالياً يغني أغاني شعبية جميلة، ويغني الأبوذية، ويغني أحياناً حتى قصائد مغنات. لا ننسى قصيدة مجيد جاسم الخيون التي غنتها النساء قبل الرجال: يا هور الشبايش لا تسد الشط، أقول لك لا تسد الشط يا أبو العقيد يا شبع الطير البط، محاديد براهينك على المحداد شبعان غط يده لو طين فوق الطين ومسدي. إنها قصيدة صعبة الفهم، إنها قصيدة صعبة الفهم، لكن نساءنا في الأهوار ليست النساء الكبيرات في السن، صبايا الأهواريين، الشابات المتزوجات كانن يغنين مع بعضهن في هذه القناة أو تلك القناة في البحيرة الواسعة، عندما تبدأ في حصاد القصب، عندما تجلب القصب، عندما تذهب أيضا للصيد في نصب الشباك. تغيرت بفعل عوامل عديدة، لعل منها الجانب الأخلاقي أو الجانب ما نسميه نحن في الجانب الأخلاقي اليوم، لكنه ليس جانبا أخلاقيا. أصبحت كثير من الخطوط الحمراء المانعة، مثل ما هي خطوط حمراء على حرية الفرد، على طرق معيشته، طرس حياته إلى آخره. فهنالك خطوط حمر هي اليوم تخاف القتل، تخاف التهديد. قد تلتقي مع فتاة تحب أن تتكلم عبر الميكروفون مع الصحفي عن مخاطر الجفاف، عن الوضع الحالي، لكنها لا تستطيع أن تفصح ما في داخلها بأغنية، لا تستطيع أن تفصح داخلها بقصيدة. حتى القصائد المغنات كانت قصائد تحكي عن الحياة، تحكي عن القضايا الاجتماعية، وباعتقادي هذه مأخوذة من الجذر السومري الأكدي. كان هنالك في أكد وفي بلاد سومر العظيمة كان النساء يغنين وكان يدرجن غناؤهن على ألواح القصب، على ألواح الطين. للأسف الشديد ذهبت هذه، وأنا خوفي أن تندثر إلى الأبد ما لم نستطيع أن ندونها مرة أخرى ونحفظها للأجيال القادمة. شكرا جزيلا. Well, with those beautiful and tragic reflections, we'll end this panel. Thank you very much.